بقولك ايه كده يا ست الكل، ما تنزلي تجيبي لنا برطمان نوتيلا عشان عايزه اخده معايا المدرسه واعمل انا واصحابي غديوه. لا يا قلبي، انا مش هشتري تاني نوتيلا من بره. انا هعملها في البيت، اوفر بكتير وانضف واحسن وتديني كمان كمية كبيرة. بتمن برطمان واحد هعمل 3 برطمانات نوتيلا في البيت. ايه رأيك؟ لان الاسعار بتاعتها بقت عالية جدا جدا. حلوة قوي ده، انا اصحابي المره اللي فاتت لما جيتي تعمليها لنا كانوا عمالين ياخدوها مني في الغديوه، وانا كنت قاعده بصي الف كده، اجي ابص الاقي اللانش بوكس فاضي. يعني كانت عاجباكوا يا لولو؟ ايوه كانت عجبانه قوي 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 قوي. خلاص، انا دلوقتي هقوم اعمل لك نوتيلا بتكلفة اقل بكتير من 8 برطمان واحد. هنعمل 3 برطمانات ويكون طعمها ايه؟ حلوة قوي. قوي قوي. بصي بقى يا لولو، احنا النهارده هناخد المكونات بتاعتنا على جزئين، جزء سخن وجزء بارد. 4 مكونات على البارد و4 على السخن. هقولك هنا كله مع بعضه وبعد كده هقسمها لكم. هنحتاج نص كوباية سكر، نص كوباية حليب بودر، نص كوباية كاكاو، يا اما كاكاو خام يا اما كاكاو محلى، مفيش مشكلة. ومعايا كوبايتين من اللبن الحليب، وكوباية من الزيت، وكوباية كمان من الشوكولاتة المبشورة، ومعانا كمان باكوين من النسكافيه بطعم البندق. دلوقتي المكونات اللي هناخدها على البارد هي كوباية حليب، كوباية الزيت، نص كوباية لبن بودر مع نص كوباية من الكاكاو. تمام يا لولو؟ تمام. اللي هناخدها بقى على السخن ايه؟ نص كوباية من السكر الحبيبات العادي خالص، ومعانا كوباية من الحليب، ومعايا الشوكولاتة دي كوباية مبشورة. دي كانت عبارة عن اي نوع شوكولاتة مطبخ، باخد نصها. دي كانت 4، اخدنا بس منها 2، يبقى كده ايه؟ نصها. قطعتهم كسرتهم كده زي ما انتوا شايفين، بقت كوباية. وكمان عشان نديها طعم البندق الحلو الجميل ده، هنحتاج معانا باكوين من النسكافيه بطعم البندق. لو احنا عندنا بندق يبقى خير وبركة. نعمل فيه ايه؟ نفرمه جامد كده، نطحنه جامد اوي لغاية لما يبقى زي الكريم كده ونحطه معانا. ما عندناش بندق يبقى النسكافيه مش هيأثر معانا وهيدينا طعم حلو قوي قوي كمان وجميل. تمام كده؟ عرفتي كده كل المكونات؟ يلا بينا بقى عرفت كل نشتغل حاجة. فيها. تمام. اول حاجه دلوقتي هنعمل ايه؟ اللي على السخن. هنجيب كده نص كوبايه السكر، عليها كوبايه من الحليب، وهغليهم كويس كده على النار مع باكوين النسكافيه بطعم البندق. لما بيتحطوا على النار بيطلعوا الطعم كويس قوي، بيبقى الطعم والريحه بتاعه البندق قويه وبتطلع معايا كويس. مفيش بقى اسهل من كده. هقلبهم وراها احطهم على النار. اول ما هيجوا يغلوا هبتدي اكمل بقى معاهم الشوكولاته، احطها في الاخر خالص بعد ما اشيلها من على النار، عشان ما ينفعش احطها على النار. بعد ما هقلب السكر كويس جدا هرجع بقى اخد الشوكولاته، بس الاول هرفعهم على النار. اول ما يغلوا معايا كويس وريحة البندق تبان كده والسكر يدوب، هجيب كوباية من الشوكولاتة وهحطها وهقلبها كويس جدا. هتلاقي الشوكولاتة ساحت بكل سهولة لان كان الحليب معايا مغلي، فمش هتاخد وقت. هقلبها كويس جدا لغاية لما تدوب ويمتزجوا مع بعض، ويبقى ده كده جناش شوكولاتة بطعم البندق. هنخليه بقى على جنب لغاية لما يبرد معايا او يبقى دافي خفيف. ابتدي بقى الخطوة التانية. تاني خطوة عندي مفيش اسهل بقى منها. هجيب كوباية الحليب هحطها في شفشق الخلاط، معاها نص كوباية من الكاكاو، سواء الكاكاو الخام الاسباني او الكاكاو المحلى عادي، ومعايا نص كوباية من الحليب البودر. وهاخدهم اقلبهم كويس في الخلاط. مش هستخدم الزيت دلوقت. هتأكد بس ان الكاكاو الخام مع اللبن البودر مع كوباية الحليب امتزجوا كويس جدا جدا. دلوقتي بقى هنزل عليهم بجناش الشوكولاتة اللي احنا عملناه بعد ما برد تماما او يا دوبك يكون دافي، ما تستخدموهوش وهو لسه سخن. هقلبهم كويس برضو مع بعض، وهنزل عليهم بالزيت خيط رفيع كده، حاجة بسيطة، حبة حبة، علشان خاطر القوام بتاعها يربط ويبقى كويس. لو انتي نزلتي بالزيت مرة واحدة مش هتربط معاكي بسرعة، هتغلبك وتاخد وقت. فانتي تنزليها كده خيط رفيع، حاجة بسيطة، حبة حبة. انا هنا استخدمت كوباية وربع من الزيت. ساعات بعملها بيبقى كوباية الزيت كويسة وبتربط معايا على طول، وفي اوقات بحتاج لها ربع كوباية كمان. انا هنا عشان القوام يبقى معايا مظبوط استخدمت كوباية وربع من الزيت،
ويفضل ان انت تكوني مستخدمة زيت ملهوش ريحة او طعم مش مستحب عشان تطلع معاكي نتيجتها حلوة قوي. بعد هنا ما عملت معايا ولقيت قوامها بقى حلو، القوام هنا تقل وبقى مش بيلف في شفشق الخلاط، تقل عليه، فعرفت ان هي كده بقت تمام قوي معايا. القوام اللي انتوا شايفينه ده وهي لسه سخنة، لسه هتدخل التلاجة وتبرد شوية. تقدري بقى تسيبيها في التلاجة لمدة ليلة كاملة، او لو انتي مستعجلة عليها يعني 3 4 ساعات كده هتلاقي قوامها تقل معاكي. شايفين هنا القوام لسه سايل، اول ما هتبرد هيبقى قوامها كريمي وتقيل. هنا انا حبيت اصورها لكم بعد حوالي 5 ساعات كده، ما بيتهاش في التلاجة. بصوا القوام بتاعها جميل جدا، سهلة في الفرد، قوامها كريمي وفي نفس الوقت متماسكة. القوام بتاعها حلو قوي قوي وطعمها جميل جدا. التوست ده انا كنت عاملاه في فيديو قبل كده، هسيبهولكوا في صندوق الوصف لو حابين ترجعوا تشوفوا طريقة العيش التوست والكايزر والفينو. عملته بطريقة اقتصادية حلوة قوي. انتي كمان تقدري تعملي لولادك كل حاجة هما نفسهم فيها، وانتي شايفة ان هي تكلفتها عالية برا، انتي جيبيها واعمليها في البيت بتكلفة اقل، وما تحمليش نفسك حاجات اعلى من طاقتك، وكمان ما تحرميش اولادك. كل حاجة بنعملها دلوقتي في البيت بطريقة اقتصادية بتبقى كمان صحية لأولادنا، غير المصانع وغير الحاجات اللي بتتحط فيها. تقدري تعمليها بكل سهولة، وكمان أولادك هتفرح جدا جدا. يلا بقى قومي اعمليها واكتبيلي كومنت حلو كده وقوليلي ايه رأيك ورأي أولادك فيها. وما تنسينيش بقى في اللايك والشير، ولو أول مرة تشوفي قناتي اشتركي فيها. اشوفكم بخير.